يلا بينا نعمل شربات الحلويات في رمضان. بنعمله كده وبنحفظه في التلاجة، بيسهل علينا وقت ومجهود كبير جدا. أنا هعمل معاكم الشربات المتوسط، ده أكتر مناسب للقطايف وللكنافة وللجلاش، إنما البسبوسة بتحتاج شربات أتقل شوية. طيب الشربات المتوسط مقدار قد إيه سكر وقد إيه مية؟ كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. لو هعمله البسبوسة يبقى كوبايتين سكر وكوباية واحدة مية. خلاص هنا عملت المقدار بتاعي وحطيت عليه ليمونية وهحطه على البوتاجاز وممنوع التقليب نهائي. هاجي هنا في نص الوقت بشيل الرغاوي اللي السكر عملها دي وخلاص وما بقلبش تاني. تقريبا مدة طهي الشربات معانا يعني من 10 دقايق لربع ساعة حسب الكمية. أنا الكمية بتاعتي دي عملت كمية أكبر فخدت معايا نص ساعة. طيب آجي أجرّب إزاي؟ بُصّوا بعد ما عملت خَط كده بالصباع على المعلقة، الشربات تحسّي إن نازل من المعلقة تقيل جدًا وعمل خَط، ده كده يبقى الشربات خلص. أول ما هيخلص هاحط عليه رشة الفانيليا بتاعتنا ونشم الريحة الجميلة بتاعة الشربات وهاقلّبه تقليبة وهاسيبه يبرد خالص. هنيجي هنا بعد ما برد هنحفظه بقى في إزازة، إزاز يُفضّل إزاز بلاش يا جماعة إزازة بلاستيك. لو إحنا هنحفظه مدة طول شهر رمضان بلاش البلاستيك، أفضل حاجة الإزاز. أهو شايفين بقى لمّا قعد شوية تقل معانا إزاي؟ أهو لو هتلاحظوا كده بينزل حتى من القمع بطريقة يعني بطيئة جدًا. خلاص هاغطيه بقى كويس وهاحطه في التلاجة وأنا باعمل بقى كمية تكفيني طول شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين وجربوها.